السلام عليكم. يلا كوردون بلو مقرمش من بره وجوسي ومستوي من جوه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي. عندي صدور من الدجاج، الصدور اللي عندي كانت صغيرة فبدأت ان انا اقطعها من النص كده من غير ما اوصل للاخر عشان تعمل معايا صدر كبير. لو انت عندك بانيه كبير متقطع شرايح كبيرة مش هتحتاجي ان انت تعملي الخطوة دي. هخلص الكمية بتاعتي كده بنفس الطريقة وهبدأ افردهم على البلانشة واغطيهم بستريتش راب كده بالظبط عشان ندقهم من غير ما السالمونيلا تنتشر في المكان وتبهدل الدنيا. هدق بالجنب المربعات ده عشان يفتح الأنسجة معايا ونرقق الصدور شوية عشان تستوي معايا كويس. الخطوة دي طبعا مهمة، بس لو انت عندك البانيه بتاعك اصلا رقيق ومش محتاج، مش هتحتاجي ان انت تدقي عليه. بس كده هتبلهم بالملح والفلفل. طبعا انا عاملاه سبته في التتبيله مده ساعه واحده بس. لو انت هتعمليه من بالليل تقدري تزودي في التوابل بتاعتك، مثلا تحطي فيها ميه بصل. البصل دايما في اي تتبيله بيخليها ممتازه، خصوصا في البانيه. بس انا عملتها قبلها بساعه بس فما حطيتش بصل اصلا، بس هي دي التتبيله الاساسيه للكوردون بلو، ملح وفلفل بس. هجيب الستريتش راب كده واحط عليه الصدر اللي احنا عملناه، واحط عليه بقى اللي انت عايزاه بقى المتاح عندك. انا حطيت تركي مدخن وشيدر بتاع البرجر وموتزاريلا. عندك لانشون حطي لانشون، عايزه تحطي جبنه رومي، الموجود عندك في البيت. ما انتش ملزمه ان انت تحطي حاجه معينه، المتاح. بس هتلفيه بالطريقه دي كده وتلفيه عجله بحيث ان هو يتقفل كويس. مش هتحتاجي بقى ان انت تحطي خله وتحطي، في ناس بتقعد تخيطه زي الحمام كده فهي مش مستاهله. هتعملي بنفس الطريقه دي كله وهتحطيه في الفريزر من نص ساعه لساعه، مش اكتر. هيمسك معاكي ومش هيحتاج ان انت تقفليه باي حاجه، هو خلاص هيقفل وهيتماسك. تقفلي كده وانت بتقفلي تضغطي بايدك بحيث ان هو يتقفل كويس، وبعد ما توصلي للاخر تبرميها وتقعدي تلفيها عجله كده. خلاص هي كده بقت محكمه في الغلق بتاعها. هسيبها في الفريزر بقى من نص ساعة لساعة، وهجهز بقى بقسماط هنا. خلاص بعد ما يتماسك كله هجيب بقى بقسماط ناعم. طبعا يفضل الناعم، مش عايزين اللي هو الكريسبي ده. ونحط عليه نتبله ملح وفلفل، ده لو ما كانش متبل، لان في بقسماط بيجي متبل، ودي تخلي بالك عشان ايه ما تحطيش عليه توابل وتحسيها زيادة في الاكل، او ملح وتلاقيه حدق معاكي. والبيض وهحط عليه الفلفل ورشة ملح خفيف. وطبعا هنحط الكوردون بلو في البيض ونحطه في البقسماط، وهكذا. جميل جدا ومختلف يعني معروف بس بننساه، بننسى كتير، بنحتار في الأكل، فأنا بفكركم بيه بقى. بس كده هجيب بقى طاسة، انا هقليه في الزيت مش هقليه في الاير فراير. هجيب طاسة واحط فيها زيت. اول ما يسخن معايا، مش شرط يبقى سخن قوي علشان ما يروحش متحمر جامد وما يستويش من جوه. يسخن معايا كده هنزل فيه بالكوردون بلو. وهخلي النار وسط، مش هخلي النار لا عالية ولا واطية، النار وسط كده وتبقى هادية. شايفة لو الزيت سخن قوي هتلاقيه بيطلع طرطشة كتير. هحمره بقى يطلع بقى باللون الذهبي الجميل ده. واهم خطوة بقى ان انت تدخليه الفرن لمدة نص ساعة، او الاير فراير لمدة 10 دقايق ربع ساعة عشان يستوي من جوه. إيه، لو انتي ما عملتيش الخطوة دي ممكن تحسي بطعم الفراخ وزفارة الفراخ في الاكل، وما تلاقيش البانيه مستوي من جوه لانه اصلا ملفوف رول حوالين بعضه واتحمر من بره بس. فما تنسيش الخطوة دي، ان هو الكوردون بلو بعد ما يتقلى تدخليه الفرن 20 دقيقة لنص ساعة وهكذا، او الاير فراير. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا ليكم بجد، ما تنسوش تحطولي لايك.